الناس في 2024 ولات كتهرب من كندا. كيف ما سمعتوا ولات كتخوي كندا. الهجره العكسيه قبل كانت من المغرب لكندا، دابا ولا بنادم كيرجع من كندا للمغرب حيتاش من برا كلشي كيبان مزيان، ولكن الواقع حاجه اخرى ومختلفه. داكشي علاش درت هاد الفيديو باش نهضر في هاد الموضوع ونبين الحقائق، واش بصح بنادم كيرجع ويخوي كندا واش كلشي خاصو يديرها ولا لا. وفي هذا الفيديو غادي نكشف على كل شيء، وغنكشف على بزاف ديال الاسرار اللي مخبيينها وكيعرفوها غير الناس اللي عايشين هنا في كندا، وما كتبانش في الاشارات ديال الهجره وما كيبينوهاش حتى في الافلام. ودابا الاخوان بغيتكم تركزوا معايا في هادشي اللي غادي نقول، ويلا نبداو على بركه الله. معكم اكرم مقيم بالديار الكنديه، مرحبا بكم في القناه اكرم الحوار. بلاش كنت واحد من الناس اللي كيفكروا يحسنوا حياته ويجي لكندا باش يحقق الحلم ديالو، ولكن اي واحد عنده تخوف منين يجي شكون يتلقى ليه ولا شكون اللي غيعاونو. داكشي علاش كرينا اغيفوس باش نعاونوك انت كايميغرون جديد في هذا البلاد، سواء كنتي اتيديون ولا ريزيدون في هذا البلاد. كنديروا لك لاكوي وكنتلقاو لك في المطار، كنمشيو معاك بخطوه بخطوه باش نقادو معاك كاع الوثائق المهمه، وكنعطيوك دي كونساي شنو اللي دير وشنو اللي ما ديرش، وهذا الشيء كامل في قل من 48 ساعه. وبيان سور غادي تسول على الثمن، ما تخافش الاثمنه في متناول الجميع، ما تهش الهم، جي مرتاح وخلي ستريس على اغيفوس. اللين او الرابط لتحت في صندوق الوصف، دخل كونتاكتينا والتيم ديالنا غتجاوبك في اقرب وقت. نشوفك في كندا. اول حاجه غادي نهضر عليها اللي هي سوق الشغل، الخدمه، طراباخو اللي هي الساس باش تزيد حياتك لقدام اولا ترجع للور، واللي سوقوها بواحد الطريقه سهله بزاف وميعوها كاع وبيعوا الوهم للبنات. ايوا سيادنا انا جيت باش نقول لكم هاد الهضره كامله ما منهاش وما كايناش، والعكس ديالها تماما. بزاف ديال الناس كيعانيو باش يلقاو خدمه المناسبه ليهم. سطر ليا مزيان على المناسبه ليهم، حيت الهضره اللي كدور هي غادي تجي في سيمانه غادي تلقى خدمه بحال هكا. خاصك تعرف الناس اللي كيجيو كاملين، يلا الاقليه فيهم اللي عندهم الكفاءات زائد اللغه. ولا حيدتي وحده في هاد الجوج ما غاديش تلقى لي بوست اللي بغيتي ولا اللي وهموك بهم، وغادي تمشي لي بوست اللي بغاو هما اولا اللي مرغمين عليك بهم. وتما فين كاين القلب. كاينه ناس اللي كتدفن راسها في دي بوست اللي ما فيهمش مستقبل، وكيحسوا براسهم ما غيقدروش يزيدوا لقدام ولا ما يقدروش يترقاو في داك البوست، يعني باش تحسن النيفو دو في شبه منعدمه. وهذا الشيء كيخليهم يفكروا يرجعوا لبلادهم، اولا كيوليو يقولوا كندا غير تبيع العجل وغير وهم كيماركتيو فيه، اولا يوليو يفكروا يمشيو لبلدان اخرين بحال الخليج، قطر، الامارات، السعوديه. ومن جهه اخرى المعيشه غاليه بزاف في كندا، ومنين كيجيو ما كيضربوش ليها الحساب، كيوليو يشوفوا غير داك الصالير اللي وهموهم به، حيت تقدر تمشي منه حتى 30 حتى 40% غير في الطاكس وليزام. والحياه غاليه بزاف اكثريه في المدن الكبيره، حيت المدن الصغيره ما كيقدوش عليها وكيحسوا بالوحدانيه، وداك المدن كتجيهم غاليه بزاف بحال طورونطو بحال فانكوفر اللي فيهم ثمن ديال الكرا خيالي، يقدر يدي لك اكثر من 50% ديال الصالير ديالك، اللي كيخلي بزاف ديال الناس ما يقدروش حتى يسافروا ولا يرجعوا يشوفوا عائلتهم مره واحده في العام. وهذا الشيء اللي كيخليهم يقولوا مالي على هذه الحاله هذه، هذه الغربه كامله على ودي هذا الشيء، وباش نعيش لحد في القد. لا لا لا، يلا رجع لمدينتي. والوحدانيه اكبر عدو ومشكل كيأثر على الواحد في الغربه، كيقيس لك النفسيه ديالك اكثر الا ما كنتيش كتعرف دير صحاب وما كنتيش سوسيال وتندمج مع الناس الكنديين وتمشي معاهم في الثقافه ديالهم، وغادي تولي تحس براسك ديما براني وديما عقلك مع بلادك الاصل. واحد الحاجه اخرى هو خاصك تجي مقتنع اللي تقدر تجي هنايا وتشوف الثقافه مختلفه تماما. بحال في رمضان تقدر تجي تلقى الكوار كياكلوا هنايا عادي حيت الديانه ديالهم، تقدر تجي تلقى الالوان في الزنقه ما خاصكش تعصب، وتشوف العراء وكاع المحرمات في الزنقه وما خاصكش تعصب. وخاص عقلك يتقبل هذه الثقافه هذه، الا ما تقبلتيهاش غادي تعاني وغتولي دير البريسيون على المونطال ديالك. هذا الشيء ماشي في صالحك. وبنادم قبل ما كيجي لهاد البلاد السعيده ما كيعطيش لواحد الحاجه اهميه وكتبان ليه غير اللعب ولا غير الضحك حيت ما مولفاش، اللي هي الجو ولا الثلج. انا ما جايش باش نخلعكم هنايا حيت انا براسي عايش هنا، وغادي تقول لي مالك انت كتقول هادشي وعايش تما. انا غادي نجاوبك في الاخر وغادي نقول لك علاش انا مازال عايش هنا وعلاش بزاف الناس مازال عايشين هنا. ولكن ديك 6 شهور اللي كنعيشوا هنايا ديال البرد والشتاء ما سهلاش، وخاصك تعرف كيفاش تجيريها. وباش ما تاثرش فيك داك 6 شهور ديال الثلج، واخا هي كتاثر شي شويه ولكن باش تغلب عليها هو خاصك دير سبور وتعمر الوقت ديالك، ما تخليش وقت الفراغ كاع. زائد تدور بك غير الناس الايجابيين، حيت لا بقيتي كدور بك الناس اللي كيشكيو والنيجاتيف بزاف مشى شي فشي وغيأثروا عليك، وغتولي تحس بداك 6 شهور بحال كدوز شي عامين ديال البرد. العائله اللي كتكون طالعه لك في راسك ملي كتكون في المغرب، اولا بغيتي غير تبعد شي شويه باش تحس بالراحه، متفق معك وبزاف الناس كانوا كيحسوا بهادشي،
ولكن اون فوا كطول شي شويه كتولي تحرك فيك شي حاجه وكتبغي تجمع مع عائلتك. اكثريه في الاعياد، ملي كتولي تشوف الاعياد وكدوزهم بوحديتك، سيرتو هنايا الاعياد ديالهم كتلقاهم كيتجمعوا مع العائلات ديالهم وانتيا كتبقى بوحدك، ولا ما يمكنش لك يا اما الامكانيات يا اما الوقت كتكون خدام، ما يمكنش لك تمشي للمغرب 2 ولا 3 ولا 4 المرات في العام. وتا هاد القضيه سبب باش كتخلي بزاف د الناس اللي عندهم الكبده شويه هشيشه وكيفكروا بالعاطفه بزاف كتجرهم كيفكروا انهم يخويو كندا ويرجعوا يعيشوا مع العائلات ديالهم، حيتاش كيشوف ان هاد العيشه اللي عايش هنا ما كتسهلش التضحيات كامله، والراي ديالو يحترم عليه. وغادي نجيو لواحد الناس اللي قلال اللي كيرجعوا ولا كيديروا الهجره العكسيه على وديت ولادهم، يعني كيخويو كندا على وديت ولادهم ولا الابناء ديالهم باش يكبروا في واحد الثقافه اللي مسلمه. انا غنبسط لكم اكثر. اول حاجه ما كيتزادوا هنا ولا كيكبروا هنا واحد شويه باش كيكونوا مقادين الاوراق الجنسيه ديالهم وكلشي. اون فوا كيوليو يكبروا شويه كيوليو يفهموا كيوليو اناليزيو لي بارون ديالهم ولا الوالدين ديالهم كيتفقوا مع بعضياتهم وكيقولوا اجي نديوهم يكبروا في ديك البيريود اللي كيتعلموا يكبروا في بلد مسلم، يعني بحال كيديوهم المغرب باش يكبروا في واحد لونطوراج مسلم ويتاثروا بداكشي اللي كبروا به هما. وانا هاد القضيه هادي متفق معاهم. علاش؟ حيت هنا لا سوسيتي كنديان في المدرسه كيقدروا يقراو الالوان، يقراو داكشي اللي عنده علاقه بالمثليه، يقراو ديانات اخرين، كيتصاحبوا مع ديانات اخرين، وما يمكنش الواحد ما يتاثرش في داك لاج. دونك هاد القضيه هادي كيشوفوها هما بوزيتيفمون، كيخرجوهم من كندا وتال من بعد كيكبروا وكيخليوهم حرين، يا اما بغاو يرجعوا يا اما بغاو يبقاو تما. والثقافه الكنديه انا كنشوفها بالنسبه ليا كمسلم وكبرت في المغرب خايبه شي شويه الدراري الصغار. الا كان عندك دري يقدر يطلع رطب، والا كانت عندك بنت تقدر تطلع حرشه. حرشه ما كنعنيش انها سترونغ وومن ما كتولي تطلع كتبغي البنات، ولكن ماشي كلشي. وكنشوف بزاف د العائلات هنا اللي مغاربه كيديو ولادهم للجامع اولا كيديروا معاهم دروس ديال التربيه الاسلاميه في الدار ولا كيعلموهم الصلاه القران. وهاد القضيه انيشياتيف مزيان، غير بارفوا كاين العائلات اللي ما عندهمش الوقت لهادشي. واخر طبقه اللي كتجيني انايا ذكيه وعندها فيزيون مزيانه من هنا لقدام، اللي هما كيجيو ايميغرون هنا قدام، كيجيو بدي بوست مزيانين، كيجيو بدي ديبلوم مزيانين، عندهم كفاءات وعندهم اللغه، كيخدموا في دي بوست دي بون سالير اللي كيخلي ليهم يقدروا يباغنيو اكثر من 50% بالسالير وعايشين مرتاح. وهذاك لي باغن كيجمعوه وعندهم فكره باش يمشيو انفيستيو في بلاداتهم ولا يرجعوا انفيستيو في بلاداتهم، حيت من الاخر ما كاين ما احسن من المغرب بالفلوس. دونك هاد الناس حتى هما كيديروا الهجره العكسيه، دونك كيخويو كندا ولكن ما كيخويوهاش حيت كندا خايبه، ما كيخويوها حيت بغاو يرجعوا لبلادهم وبغاو يرجعوا يستقروا في بلادهم الاصل حدا العائله ديالهم، ويكون عنده ان بون بروجي اللي غيخلي ليه ريفوني مزيان. وهذا الشيء كيخليه يعاون في التطوير ديال البلد ديالو، حيت من الاخر لافير كاينه تما، لافير كاينه في الدول اللي اونكور ديفلوبمون، ماشي الدول اللي ديجا تطورات ولا اللي ديجا ديفلوبي، حيت كتكون فيها الكونكورونس صعيبه وباش دير بلاصتك خاصك فلوس صحيحه. ثاني حاجه اللي هما لي طاكس. لي طاكس واحد الكلمه هنايا اللي كتخلع بزاف وكتخلع بزاف د الناس، انا راه كتجيني عاديه. واللي بغيت نقول لكم ان لي طاكس هنا ولي زامبو راه بحالهم بحال المغرب ولا بحال بزاف ديال الدول، وكاين دول اللي عندها لي طاكس كثر، غير الفرق انه المغرب كيقطعوا لك لي زامبو قبل ما تشوفها، اولا التيفيا كتكون انكلي في الثمن، ملي كتمشي عند مول الحانوت كتاخذ دانون ب2 دراهم، تما راك خلصتي الطاكس خلصتي التيفيا وكلشي داخله في الثمن ما كتحسش بها. هنايا في كندا هو كيعطيك واحد الثمن وملي كتمشي لاكيس كتبغي تخلص كتزيد داك الطاكس، هنايا كتحس بها راه غير بسيشيكمون. اما الطاكس راه في بزاف ديال الدول وحتى في لي سالير هنايا كيبدا يقول لك غادي تخلص $80 للساعه، وملي كتمشي للباي ديالك كتلقاها شاط لك واحد $50 ولا $55، كتولي تقول وا الطاكس ولي زامبو بزاف. في المغرب بارفوا كتلقى السالير بغيت هو 20,000 درهم 25 30,000 درهم، وما كتمشي للسالير نات كتلقاه داو لك واحد 30% ولا 35% مع لي زاسيورونس مع لامبو مع بزاف ديال الحوايج. دونك لا جيتي تحسبها راه غادي تلقاه قراب لبعضياتهم. بيان سور المغرب غادي تلقاه اقل، ولكن هنا كيوفروا لك الكاليتي دو في والانفراستركتور ديال البلد. دونك كاين اللي كيقنع راسو كيقول لك بلي خصني نخوي هاد البلاد، علاش؟ حيت كيديو الطاكس بزاف، وهو راه ما كيقارنش الطاكس الحقيقي بكاع البلدان. وهادو من اكثر الحوايج اللي كيخليو الناس تخرج من كندا، ولكن ماشي كلشي كيخرج من كندا، طبقه قليله اللي كتخرج. ومن وجهه النظر ديالي المشكل ماشي في كندا، المشكل في كيفاش ماركتين كندا وكيفاش عاطيين الصوره اللي ماشي حقيقيه ديالها، واللي كيخليو بنادم يجيب واحد الهوب ولا امل كبير بزاف مقارنه مع الكفاءات ديالو ولا اللغه ديالو. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، باللي الغريزه ديال الانسان كتخليه ديما طامع وديما كيقلب على ما احسن. بزاف ديال الناس في المغرب ما كرهوش يكونوا في بلاصتك ولا بلاصتنا، وكيقول ما كرهش نتخلص غير المينيموم حيتاش في المغرب ما عنده والو. وانت ولا انا اللي عايشين هنا في كندا عارفين باللي المينيموم غادي يعيش مكرفس ولا ما غيقدرش يطول به بزاف، ولا جا هنا لكندا وخدا المينيموم غيدوز شويه ديال الوقت والغريزه ديالو غتولي تنغزو وغادي تقول ليه هادشي راه ما كافيش، وما غيبقاش راضي بالسيتوياسيون اللي فيها هو، وكيولي طامح اكثر. ولكن العقبه اللي عنده هو الكفاءات اولا
لي ديبلوم ديالو اولا اللغه ديالو اللي ما طورهاش مزيان ما كتخليش تزيد لقدام، ولا يترقى البوست مزيان باش ياخذ صالير زوين اللي كيخليه يبدا يعاير في كندا ويدير الهجره العكسيه. وركز مزيان في هذه القضيه اللي غادي نقول لك. الناس اللي عايشين مزيان ما عمرهم يخرجوا يشكيو في الجروبات ولا في السوشيال ميديا، وراه منهم عدد، راه غير اللي مضرور ولا صح هو اللي كيخرج يشكي. دونك الا كنتي كتشوف راسك عندك الكفاءات وعندك اللغه مزيانه وقادر تجي تعيش في واحد البلاد اللي مزيان وزوين، كنقول لك توكل على الله ودير ستيب وما تسمع لتا شي واحد، اسمع غير لراسك وجي جرب. الخايبه هو انه دوز بزاف د الوقت وتولي تقول يا ريت كون ما جيتش ولا يا ريت كون ما مشيتش وجربت بنفسي. صدقات هو هذاك، ما صدقاتش راه ماشي الاخر ديال الحياه.